وعن أبي جعفر عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام: وقفة على باب جهنم، فإن كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبها، لأنه مكتوب عليه، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي، من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك ومن تولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد. وإنما لاحظوا، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك. فيتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف، يعني أهل الواقفين في عرصة يوم القيامة، وأهل الموقف: موقفك مني، موقعك مني، ومكانك عندي. فمن قرأت بين عينيه مؤمنا أو محبا فخذي بيده وأدخليه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا الله، والدها نبي وزوجها معصوم، وأم ل11 معصومين هي، ويا رب أحلفك بأم الحسين تمسح كل ذنب موجود بيه.